للأسف الاستفزاز يبدأ مبكرا. المنتخب الوطني الجزائري يتعرض لاستفزاز خطير. إذن إخواني كما ترون في هذه الصورة، وأنا اخترت موقعين كبيرين، يعني جرائد رسمية، جريدة عبر وكذلك جريدة أخبارنا التي بها أكثر من 5 ملايين متابع، حتى لا يقول المغاربة أو الجزائريين الذين يقولون خاوة خاوة أننا نثير الفتنة. ولكن لما تنشر مقال مثل هذا وتقول بأن أعضاء المنتخب الجزائري المتواجدين في فندق في الرباط يقومون بحجب صورة الملك وهم يستفزوننا، ماذا تريد من هذا الأمر؟ هذا أكيد تريد أن يشعر المغاربة بالإهانة، لأن صورة الملك بالنسبة إليهم خط أحمر. لما تقول هذا الكلام وبأن الجزائريين يفعلون هذا الأمر، أكيد هذا تحريض ضد المنتخب الوطني الجزائري وضد البعثة الجزائرية وضد الأنصار. هذا يعني والله تصرف خطير. وذكرنا بما حصل للمنتخب النسوي لما قالوا بأن فتيات الجزائر قد قمنا بتغطية شعار الاتحاد المغربي، واتهموهم بأنهم لا يذكرون اسم المروك في تصريحاتهم، وفي الأخير ظهر أن الكاف هو من قام بحجب هذه الشعارات وأنهم ظلموا الجزائر، ولكنهم لم يعتذروا. إذن لمن يقول لماذا الجزائريين بالأمس لم يأكلوا التمر والحليب الذي قدم لهم، أقول لكم أن البعثة الجزائرية أخذت كل مستلزماتها ولا تريد منكم شيء، تريد فقط الاحترام وأن تتركوهم يعملون في صمت.